السلام عليكم حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. وصفتنا لنهار اليوم الطعام كما راكم تشوفوا. هنا عندي اللحم، زدت البصله يعني ربيتها ولا ديروها طحنوها في العشوار، وزدت زروديه، شويه زعفران، شويه عكري احمر، وشويه حبه كحله يعني فلفل اسود. ونقلوا جميع المكونات مع بعضهم ونمرقوا. هنا زدت طماطم مصبره ونقلوا كل شيء مع بعضهم، ونزيد الحمص، ومن بعد نمرقوا المرقه تاعنا بالماء، ونزيروا الكيكوطه ونخلوها طيب. نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. هنا نروحوا للطعام. بالنسبه للطعام انا عندي هنايا طعام بركش يعني تاع الدار كما راكم تشوفوا. نفخه بالماء ونصفيه مليح من هذاك الماء تاعه، ونخليه يريح، ومن بعد نبدا نحله بيدي ولا ديروا شويه زيت وحلوه باش هكا ما يتعجل لكمش ويجيكم شباب. ما تنساوش لي لايك، اللي ما دارتش لايك دير لايك وتخلي لي تعليق شباب. وان شاء الله الايام القادمه غادي نرجع لكم باذن الله في وصفات سهله كما عودتكم وبسيطه. هنا بعد ما هاك تشوفوا فيا باللي نفخته مليح يعني نشلوه مليح الطعام، وهنايا نبدا نحل فيه هكا بيدي باش ينشف ونديره يفور. بالنسبه للطعام انا نفوره 3 مرات، يعني التفويره الاولى ونعاوده، وعاود التفويره الزوجه وندير له الملح، والتفويره الثالثه هي النهائيه عليها ونبردو. هنا وجدت لي المرقه صاي الزرديه واللحم والحمص طابولي. هنا ندير الكابويا، نضيف الكابويا والبطاطا. هنا عندي الكابويا كالاباز، ونزيدو الحرور. وهنا نوجدو باش نديرو الدرسه تاعنا. عندي الطوماطيش والراس الحانوت، وعندي شويه حبه كحله. نفرغ جميع المكونات في المرقه، ونزيد هنايا القزبر ونزيد الثوم. بالنسبه القزبر والثوم كل واحد وطريقته، انا راني شاركت معكم طريقتي وان شاء الله تنال اعجابكم. واللي جربت طريقتي تخلي لي تعليق يعني انها جربت الطريقه وكيفاش جاها الطعام، ولا كل وحده تقول لي كيفاش هي يخدموا الطعام في كل ولايه من الولايات اللي راهم متابعيني. وهنايا ضفت الملح وراني نعاود هنايا في الطعام. بالنسبه للطعام يبغي المعاوده مليح، وما تكثروش الماء بزاف باش ما يتعجل لكمش. كيما راكم تشوفوا تخلوه يريح تاني، تعطوه الوقت تاع يعني كي تعاودوه خلوا له الوقت باش يريح. انا نغطيه بسربيته يريح باش نفور التفويره الاخيره وعليها انني نحط الطعام. هنايا بالنسبه للمرقه صايره هي وجدت لي وعقدت. انا نزيد نضيف الكمون في التالي كامل عليها ونبغي نطفي. نزيد الكمون نعقدها غير شويه ونطفي عليها. كما قلت لكم ان نتمنى ان ينال اعجابكم. كل وحده تكتب لي تعليقات كيفاش هي تخدم الطعام. هنا عندي الدهن العرب صاي غادي نيدم، وهذا هو الشكل النهائي تاع الطعام تاعنا. نتمنى انه ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو، وتخلوا لي تعليق شباب باش القناه تعاود تتفعل وتعاود ترجع من جديد، وانا نرجع لكم ان شاء الله بالوصفات السهله والبسيطه باذن الله. عندي بزاف وصفات غادي نشاركها معاكم ان شاء الله باذن الله. هنايا وجدت المعين تاعي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للفيديو راه متصور كاع في الشتاء، لكن ما كتبش ربي انني نحط لكم هذا الفيديو. راكم تشوفوا الفول، وهنا حضرت سلطه بصل وطماطيش كما راكم تشوفوا. وكاين هذه تاع الطماطيش والحرور كسموه، هذيك الوصفه راني ديتها من ولايه اضران بعد نشاركها معكم. وها هي المرقه هنايا عاقده الله الله. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه مع فيديو جديد. باي حبيبه قلبي.